السلام عليكم الاخوان والاخوات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اذا غنديروا الحصه الثانيه من المستجدات. يعني كنا هضرنا على الميثاق الوطني للتربيه والتكوين، هضرنا على الكتاب الابيض، دابا غنتبعوهم وغنمشيو للتواريخ. اذا وصلنا في سنه 2005 نظمت وزاره التربيه والتكوين المنتدى الوطني للاصلاح والتقويم. يعني نظموا واحد المنتدى. شنو هو الهدف ديالو؟ أي أنه قاموا بتقويم الميثاق الوطني للتربية والتكوين، فكانت النتيجة أن الميثاق قد تعثر في عمومه، أي أنه لم يحقق الأهداف التي من أجلها تم اعتماده. بمعنى في سنة 2005 وزارة التربية والتكوين داروا واحد المنتدى الوطني للإصلاح والتقويم، يعني بغاو يديروا تقويم الميثاق، يعني يشوفوا واش بصح داك الشيء، دوك الأهداف اللي حطوا، انه خص يكون عندنا نسبه النجاح مرتفعه، خص يكون عندنا الهدر المدرسي منخفض في البوادي، خصنا نديروا المطاعم، خص الى اخره. ولكن لقاو باللي هذا الميثاق مسكين طاح وتعطل، يعني دوك الاهداف باش جا ما وصلوش ليهم مزيان. اذا التقويم الاول كان في 20 ابريل 2008. شكون اللي دار هذا التقويم؟ داروا المجلس الاعلى للتعليم، يعني ديك الساعه كان سميتو المجلس الاعلى للتعليم، هو اللي دار هذا التقويم مزيان. قام المجلس الاعلى للتعليم بتقويم الميثاق، اي انه قد تعثر في عمومه وان هناك صعوبات تعتري. بمعنى الا قال لكم مثلا شكون امتى كان التقويم الاول، راه كان في 20 ابريل 2008. شكون اللي داروا المجلس الاعلى للتعليم. بمعنى يعني الصعوبات راه قلناها، الصعوبات راه كان الهدر المدرسي، كان الفتيات في البوادي حدهم السادس، كان المشكل ديال الترونسبور، كان كذلك ما كاينش التوعيه سيرتو في البوادي الى اخره. مزيان. ومن بعد جا المخطط الاستعجالي. هذا المخطط استعجالي، يعني ملي كنقولوا شي حاجه مستعجله يعني جا ديك الساعات. بدا من 2009 الى 2012، وهو وثيقه صادره في دجنبر، يعني وتصدر في امتى؟ في دجنبر 2007. التواريخ راه مهمين. حيث جاء كخطة إنقاذ للنسق التربوي التعلمي بالمغرب والأزمات العديدة التي تخبط بها، وكذلك جاء كخطة لإنقاذ الميثاق وإعطائه نفس جديد نحو الإصلاح. بمعنى هذا البرنامج الاستعجالي راه جاء كخطة إنقاذ الميثاق وإعطائنا، بحال جينا شي حد درنا ليه الأكسجين، كان سخفان غيطيح جابوا ليه الأكسجين، أي أنه جا باش تكون عندنا محاربة الهدر المدرسي، تعميم التمدرس، توفير مدرسين ذات كفاءة، وتسهيل التعليم والمتعلم. بمعنى المخطط الاستعجالي جا ديك الساعة بواحد الميزانية، خصنا نوفروا الترونسبور، نجيبوا أساتذة ذات تكوين عالي وكفاءة، وكذلك التعميم تمدرس في البوادي إلى آخره. إذا هذا هو بشكل مختصر المخطط الاستعجالي ولا البرنامج الاستعجالي. راه بدا من 2009 إلى 2012، هو عبارة عن وثيقة كان في دجنبر 2007 تصدرت. جاء كخطة إنقاذ النسق التربوي، جاء كإعطاء نفس جديد نحو الإصلاح، يعني جا باش يعتق لنا ذاك الميثاق. إذا بشكل مختصر هذا هو البرنامج الاستعجالي. يكفي أنك تكون عارف باش جا وعلاش والتواريخ إلى آخره، كافي. اذا فيديو خفيف ظريف، ما نطولش عليكم، المهم هو انكم تعرفوا ليسونسيال. نتمنى لكم التوفيق، تحيه للجميع والله يوفقكم. السلام عليكم. وما تنساوش البارطاج، ابونا فلاشين. وإلا كنت كنزرب بغيتو نزيد نبقى نشرح مزيان، صراحه ما كنبغي ندير فيديو خفيف ما نكثرش عليكم الشرح، لان بعض المرات الامور كتكون واضحه وكنحاول نبسط. راه هاد الشيء راه عطاه الله، ولكن انك كتحاول تبسط المعلومه باش انك الناس تستوعب. البرنامج الاستعجالي راه غديروه في جوجل راه غيطلع لك بزاف ديال البي دي اف وبزاف ديال هذا، ولكن كتحاول انك تعطي واحد الملخص اللي دغيا غتعقل عليه اذا تحيه لكم، تحيه للجميع والله يوفقكم. السلام عليكم.